المسلسل اللي هنتكلم عنه النهارده مسلسل اسمه حالة خاصة. مسلسل حالة خاصة من بطولة الشاب طه دسوقي اللي بيقوم بأول بطولاته المطلقة خلال مسلسل حالة خاصة. المسلسل مكون من 10 حلقات، بدأ تصويره في شهر أكتوبر الماضي عشان يتعرض على منصة واتشت. العمل من إخراج عبد العزيز النجار ومن إنتاج شركة تي فيجن للمنتج طارق الجنايني، وبيشارك طه دسوقي البطولة الفنانة الكبيرة غادة عادل، وعدد آخر من الفنانين بيتم التعاقد معهم. طبعا كلنا عارفين ان الفنان الشاب طه دسوقي برز مؤخرا كواحد من نجوم الكوميديا الشباب القادمون بقوة على الساحة الفنية، لانه قدم العديد من الادوار الكوميدية واللي ابتداها من مسلسل في بيتنا روبوت مع هشام جمال وليلى احمد زاهر وشيماء سيف، واللي اتعرض سنة 2021. تعالى ثانية واحدة. علاء مادي بقى اوف. وصلت الروبوت انه يقول اوف اوف. طب لما تحس بديني حس. سارة حامل. لولو 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 لولو. يا مولانا مش هنكتب بقى ولا ايه؟ ما تكتبش يا مولانا. وكمان ظهر في مسلسل موضوع عائلي مع ماجد الكدواني ورنا رئيس وسما إبراهيم ومحمد شاهين ومحمد رضوان، واللي حقق من خلاله نجاح كبير جدا. حاجة بتبقى هنا كده. امك. ايه ده؟ امك جوه. حضرتك اكيد والد سارة. يا جماعة انتوا واقفين حيطة ليه؟ في حد هيشوط فاول؟ لا. انت ممكن وانت نازل من عندي يهفك اتوبيس يشيلك. طب ايه الاشاره بقى؟ حبيبي يا انكل خالد، حبيبي. طبيعي برضو ان انت تخش تعمل لها لاف على الكومنت. عمل لها لاف. عمل لها لاف. والعينكم تيجي على خير تدونا الاشاره، انا ورمضان هننزل نخلص. معلوم معلم. هي تبدو سلسة بس هي في الأصل بسكوتية. كما شارك طه دسوقي في العديد من الأعمال الفنية خلال العامين الماضيين، أبرزهم فيلم فرق خبرة مع محمد الشرنوبي وهدى المفتي ودلال عبد العزيز ومحمود البزاوي. يعني هي لما تحتاجك عشان تطلقها تروح تطلقها، ولما انا احتاجك تجوزني ترفض. اوبا، اكيد بتقول عليا مجنونه صح؟ يعني أنا كان المفروض أبوسك؟ ده انا كنت بهدلتك. ساعات بفكر أسيب البيت وأهرب. في ايه مالك؟ ما فيش حاجة. لو خايف من دلوقتي اخلع، انا مش هزعل. الموضوع طول وانا مش فاهم انتوا بتعملوا ايه؟ لو في واحده هنا عاجباك هتعرف تفتح موضوع معاها؟ هعرف. لا عمري ظبطتك وانت بتضرب سيجاره، ولا حتى وانت بتكلم موزه في التليفون. جبان ومرتبك وعديم الثقه ومش عارف تقول كلمتين على بعض. هو سؤاله إجابة. بص انا مبسوط وخلاص. طول عمرك عيل كويس قوي بس غريب. كل عيوب ابوك خدتها. لا مش برنامج مسابقات هو وانت واقف ماسك لي تايمر وانا لازم ارد. وهي بتتكلم معاك ركز مع شفايفها. وانا في حاجه على بقي؟ انت بتسعاش غير في الخراب زي امك. وكمان كان شارك في مسلسل الوضع مستقر. وانت كده متشيك؟ امك لما بتشوفني في الطقم ده بتتجنن. أيوه بسرعة. أيوه ما توقفش، اوعى توقف. حبيبتي خشيني صوتك شويه، الشباب دي مرميه بقالها ساعات في الضلمه قاعدين لوحدهم، ما تطمعيش حد فيكي. وقفت ليه؟ وترتني يا عم، في ايه مش كده؟ لا دي بترقص على العمود اهو. لو استمريت على الوضع اللي انت فيه ده ركبك هتبوش وهتتعمي، مش راح النفس. ستريبتيز يعني. ستريبتيز من صقر النقطة 27. من صقر النقطة 27. ايه الوضع عندكم؟ وكمان شارك في فيلم حظك اليوم مع كريم قاسم وهدى المفتي. الحياه فرصه كبيره، نفس الفرصه اللي ممكن تدمر حياتك. أنا عمر توفيق تعليل وقف. وانا مهيناز فكري اخوها. أنا الشبه إدوارد شويك. هي اللي ممكن تحقق بيها حلمك. ليلى فهمي 4200 فولورز على انستجرام. أنا أول مرة أشوف فتاة أحلى من رزان مهران. أنا شايف مندو الحجر. ما تقول قرصان. ممكن اروح ابحر بقى. انت ليك في البراندز ولا ايه؟ انا كل لبسي ده من سرازدي مارك. سرازدير ايه بابا؟ سوق الخميس. شكلك مش لافلت. صفقه ب 5-6 مليون دولار. ده اكتر من اللي علي معلول بياخده.
امور بقى دلعني القرف ده. تنكشني. مقنع جدا. الفرصه اللي خلتك تصوري اللي صورتيه ده تساوي كتير. يلا بنتي يا ليلى اجري. حرامية في حرامية يا عم عمر. عايزاك تحت موبايل هتكلفك شوية يعني. 3K 4K. هتكلفك فلوس مش كويس. القصه دي هتبدا بجواز تخلص بنصبات. انا مكالمه واحده لو عملتها المكان ده هيتغربل. قلبك حلو وخيالك حلو. دي مجرد فرصه يا عمر. هيت اند رن اهو اون ذا رن. وكمان شارك في فيلم فضل ونعمة مع ماجد الكدواني وهند صبري. فضل ونعمه، احنا عايزينكم تشتغلوا عملاء سريين لحسابنا. لو سمحت بكام الكلمه دي؟ لا 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 يا باشا، لا احنا مباحث. كل اللي طلبه بجنيه سريه على وش عملاء العمليه. اللي انا طلبه كتير. فضل ونعمه خلاص بقوا كارت محروق ولازم نخلص منه. اكيد حضرتك معايا في العمليه السريه. سريه ايه يا مصريه؟ دي مصر كلها عرفت. اهم حاجه نحافظ على السريه. بطاقتك يا لصوص تسلل ودخل العماره. هم دول. لا اثبت. انت طفتني بايه يا فضل؟ اللي يحب في ايده يمسكه. مرقه الكوارع هسقسق المحشي بايه انا دلوقتي يا بابا؟ عشان كده ظهري وجعني. سلاسل حمال سلوتيب كاتم للصوت. هتحجز الخطف من عندك يا محمد. ومؤخرا شارك مع الفنان أحمد حاتم وطارق عماد في فيلم المطاريد. اخبار الورثه. انت دلوقتي من اصحاب الاملاك. باتا حكومه؟ لا كور. سيفونيه 13 ايجيبشن باوند. ايه الايجيبشن باوند ده؟ يورو دولار ايجيبشن باوند اعلى واحد فيهم. البط ينصاد هنا. طب والريش؟ تويت. مفيش سكه غير البت اللي شبه رغيف الحواوشي البايت دي. بويكا عصبي شويه. كابتن جابر شاهين الجن ده ملموس زي الدك حارس مرمى. بس كده عملت لكل واحد دخلت منى الشاذلي وجي عندنا والكلام خلص. عايز لعيبه اكمل بيهم الدوري. بشرط ابقى مع المدرب في الجهاز الاداري. بنشهد النهارده صراع الكرواسون وقرص القرافه. اقف على الكوره. ايوه ايه انت ونبله المفروض يكونوا اجنحه طايره. اجنحتي احنا في كنتاكي. الناس كمان هتفتي. ده نبله. احفظ الاسم قبل ما تبقى قيس. يونس الحاج. مش بويك اللي يخرج. واحد كده نفسه في صدري. ما عادي، ما دي الازمه القلبيه وانت ياما لعبت عليها. دي مش ميه، ده بول الشيخ مسند. لف على ساتر. وكمان عمل فيلم فوي 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 مع محمد فراج ونيلي كريم. الحياه عجيبه. فريق مكفوفين مسافرين كاس العالم. اما بقول لك ايه، انا عامل ما بشوفش. ها اللي هتشوفوه هنا دي قصه حسن السيد علي. فوي كلمه اسباني معناها انا قادر. احساسك ايه ان كابتن عادل ضمك للفريق؟ كينيا مين يا ابو كينيا؟ انا راسم على اوروبا. والله دي كانت مفاجاه حلوه قوي قوي من الكابتن. هو في مكفوفين اصلا بيلعبوا كوره يا ماما؟ وقدم طه دسوقي في موسم رمضان السنة اللي فاتت مسلسل الصفارة اللي كان مكون من 15 حلقة، وكان من بطولة أحمد أمين وطه دسوقي، وكان معاهم آية سماحة ومحمود البيزاوي. والعمل كان من تأليف سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جويش، وكان من إخراج علاء إسماعيل. سر الصفاره بيتربط بالثلاث دقائق اللي بتختارهم من عمرك. انا لو اقدر امسكك فرع بالبيس همسكك. هبقى اكلمك بالبيس بقى. مبقاش عندي امل غير الصفار، حاول ارجع بيها اصلح حياتي اللي باظت. بس النقله دي مقويه قلب الواحد. انا رجعت، الصفاره اشتغلت. يا اخوانا بقى مش ناقصين لخبطه والله العظيم، يعني احترموا اللحظه. احنا فين؟ احنا فوق في السحابه يا نجم يا نونو يا جامد. يا وجيه ما تخلي المعلمين تتكلم. انا هفهمك يا معلم. هتصل بيهم حالا واحجز ترابيزه على البيست. عارف ليه عريس على البيست؟ ليه؟ عشان انت البيست. فتوانة ايه اللي تسيبها؟ هو احنا بقالنا حس الا بعد انت ما اشتغلت بلطجي؟ امال انت بتدعي لي بطل ايه؟ السجاير. اسلام فانيلا نجم الشله. تدخل عنده الا تخرج بسم الله. الرجاله دول عباره عن كائنات غلسين قوي يا وجيه. انت شايفاني غلس يعني يا كارما؟ انا مش بتكلم عنك، انا بتكلم عن الرجاله. انا وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. كان معاكم أحمد محمود، قناة ترند. أشوفكم في الفيديو القادم.